يا مساء الفل يا اختي. هتقلب زي الجردل يا ولاد. حبايبي واخواتي عاملين ايه؟ مساء الفل ومساء الهنا عليكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام والسنين بخير وسعاده يا رب، اللهم امين. صلوا على النبي حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله اطمئن القلوب. برحب بكل حبايبي اللي دخلوا في قناه حياتي افضل كل يوم وشجعوني وشرفوني فيها على راسي من فوق. وبرحب بكل اخواتي اللي معايا في بيتي مستور بالرضا، وطبعا لو انتوا معايا في القناتين على راسي من فوق. ربنا يصلح حالكم ويبارك في حياتكم يا رب، اللهم امين. معانا بقى ناخد كام اسم معانا كده النهارده من الدعوات بتاعتنا الجميله اللي معانا في كل فيديو ان شاء الله. ربنا يكتر من حبايبنا، ربنا يكتر من امثالكم يا رب. كل اخت بتدخل تقول لي ادعي لي يا ام زياد وخلي حبايبك يدعوا لي، والله العظيم مجرد ما بتكتبي لي بفضل ادعي لك كده في قلبي لغايه ما اعمل فيديو تاني يوم واطلع لك بالدعوات. بصوا الفيديو بتاعنا النهارده جامد جامد جامد، بس عايزاكم بالله عليكم ترفعوه باللايكات عشان يوصل لجميع الناس والناس كلها تستفيد بالافكار البسيطه، لان يا جماعه في ناس يعني اخواتنا حبايبنا كده، انتوا عارفين بقى الظروف والغلا والاسعار دي كلها، كل واحده يعني بتبقى ماسكه مثلا في ايدها 200 جنيه في ايدها 500 جنيه عايزه تعمل بيهم كام اكله. يعني مثلا جوزها مديهم لها قال لها مشي بيهم حالك كام يوم عشان مش هتنتظري مني فلوس اليومين الجايين. فطبعا معاها المبلغ يا عيني عشان تروح تسال على اكل ولا تعمل حاجه، فمش عارفه تعمل. فطبعا انا النهارده كاتبالك 10 اكلات ب 500 جنيه، 10 اكلات، لا مش ب 500 جنيه، اقل من 500 جنيه. الاكله لا تتعدى ال 20 وال 30 وال 40 باذن الله. مش هتحصل ال 50 اكل ناشف، واكل انتوا ناسيينه يا جماعه وتايه عن بالكم خالص، بس اقسم بالله اكل اقل القليل منه بيكفي وبيفيد وبيشبع العيال كمان. تمام كده. واسمها برضو ما خرمتش في الميزانيه، ومشيتي على قد كده ظروف جوزك وعلى قد ظروفك. واهم حاجه ان انت مشيتي برضا ربنا عليك، دي اهم حاجه في الدنيا كلها عشان ربنا يكرمنا في حياتنا كده. قبل ما ابدا الفيديو عايزه كل واحده اسمها خالتي ام صرم بالله عليك يا خالتي ام صرم، خليكي في جنب كده مالكيش دعوه بينا، تخش وانت ست الشيخه والدعوات بتاعتك ايه يعني، ومش عارفه طالعه تدعي لنا انت عامله فيها ست الشيخه. يا ستي ولا ست الشيخه، ده انا غلبانه وعلى قدي، بس بالله عليكي خليكي انت في جنب مالكيش دعوه بينا، لان انا حبايبي واخواتي كلنا محتاجين الدعوات من بعض. احنا محتاجين يا ستي نساعد بعض، انت مالك انت. المهم يعني معانا هنا اختي ام محمد شريف، ادعوا لها يا جماعه ربنا يسد دينها، ربنا يا رب حبه قلبي يسد دينك ويفرج همك ويزيل همك يا رب، اللهم امين. ووسعها عليك ووسع رزقك وخليكي لولادك يا رب حبه قلبي. معانا هنا ام هبه، ادعوا لها يا جماعه بالشفاء، هي من القاهره. حبيبتي يا ام هبه ربنا يشفيكي يا حبه قلبي ويبعد عنك الهم والمرض ويسترها معاك ويكفيكي شر في وجع الاقدار ويخليكي لولادك ما تتحرم منهم ابدا يا رب، اللهم امين. معانا حبيبه قلبي واختي مروه شحاته من اسكندريه. حبيبتي يا مروه مش ناسياكي في الدعاء والله، ولا ناسيه اي واحده من اخواتي. ربنا حبيبه قلبي يصلح حالك ويشفيكي ويبعد عنك الهم والمرض. اهم حاجه يا جماعه، اهم من كنوز الدنيا كلها، ربنا يبعد عننا المرض ويبعد عننا يا رب، ويخلينا لاولادنا ما حد يربهم الا احنا يا رب، اللهم امين. معانا اخت نجوى من ليبيا، الدعاء ليها يا جماعه بالذريه الصالحه. ادعوا لها كده الاخت نجوى، ربنا يا رب يصلح حالها ويديك الذريه الصالحه يا رب، اللهم امين. ما تتحرمي من نعمه الاطفال ابدا ويرزقك ويوسع عليك يا حبيبتي يا رب. معانا ام عبد الله من اسوان، حبيبتي يا ام عبد الله ربنا يسترها معاكي ويصلح حالك ويبعد عنك الهم والحزن يا رب، اللهم امين. بالله عليكم كلكم قولوا اللهم امين وخشوا ادعوا في التعليقات كلكم. ام عبد الله من اسوان، حبيبتي ام عبد الله ربنا يشفيكي يا رب، يبعد عنك الهم والحزن ويصلح حالك ويفك كربك يا رب، اللهم امين. معانا فاطمه من العراق، ودي اخر واحده معانا، لسه في اسامي بقى نقولها في فيديو تاني ان شاء الله. فاطمه من العراق ربنا يفك كربك ويسد دينك ويصلح حالك ويبارك لك في ولادك وحالكم كلكم يا رب، اللهم امين. دي كانوا معانا كده لغايه النهارده، لسه معايا بقى بيت الاسامي ان شاء الله نقولها في فيديوهات تانية. وكل واحده حبايب قلبي تخش كده عايزه كلنا وكل اخواتنا اللي معانا كده يدعوا لها، اكتبي اسمك والبلد اللي انت منها، تمام كده. طيب معانا بقى حبايب قلبي، لو انت مثلا معاكي 500 جنيه او معاكي 300 جنيه او معاكي 400 جنيه، انا دلوقتي جايه لك في مبلغ 500 جنيه هتعملي منه اكلات، من ال 500 جنيه هتعملي اكلات لا تتعدى ال 20 وال 30 جنيه لمده 10 ايام، واقل من 500 جنيه، بس المبلغ معاكي 500. ال 500 هنعمل ايه؟ هنعمل اكلات لا تتعدى ال 20 وال 30 جنيه باذن الله تعالى، والمبلغ الباقي في ال 10 ايام دول هنحطه في الحصاله. ده قرار ما بيننا وبين نفسنا،
هنحطه في الحصاله بقى لاي ظروف. تلاجة باظت عندك، غسالة باظت عندك، اي حاجة واقفة معاكي، بعد الشر عيل تعب وعايز يكشف، انت تعبتي وعايزة علاج، الفلوس اللي احنا نحطها الفكة ديت هيتبقى منك من 500 150 جنيه 30 جنيه 40 هنحطهم في حصالة، وكل مدى تجمعي المبلغ وتخليه لظرف طارئ. تمام. معانا اول اكله وهي اكله الكشري يا جماعه. انتوا ليه كلكم ناسيين الاكل ده؟ والله العظيم في اكل جميل ومشبع خالص، واقل الكميات منه بتشبع العيال. يعني عندك الحاله الكشري دي لما تجيبي لك ربع عدس بجبن، ومثلا وربع كيلو رز، وربع كيلو مكرونه، وحبه دقه كده من البيت. بصوا الاكل اللي انا هقوله لكم ده معظم الحاجات عندكم موجوده في البيت. يعني الخزين، معظم الخزين بتاع الاكل دوت موجود عندك في البيت. يعني اكيد عندك رز، اكيد عندك طماطم، اكيد عندك ازازه خل، اكيد التوابل موجوده. الحاجات الاساسيه دي يا جماعه موجوده في كل بيت. طماطم، البصل، الثوم. تمام. الرز مثلا، طيب انت بتجيبي رز مثلا كده على طول، يعني اول باول، ما بتجيبيش مثلا كام كيلو رز وتعينيهم، بتجيبي اول باول. برضو الميزانيه دي ليكي برضو، مفيش اي مشكله. بس اكيد التلاجة عندنا مش منشيه، ربنا ما يفضهاش عليكم، وربنا يملى بيتكم خير كده يا رب، اللهم امين، وياخد من قلبه وسر يا رب. اكيد التلاجة فيها حبيتين طماطم، فيها كام بصلايه، فيها كام بطاطسايه، فيها كام بتنجانيه، يعني اكيد يعني الدنيا مش صحراء جرداء هي يعني. ربنا يملى بيوتكم خير يا رب، اللهم امين. هنعمل حضرتك، احنا نمسك دلوقتي، انا عايزه انزل اعمل حل الكشري، وان شاء الله مش هخلي حله الكشري دي تتعدى ال 30 ولا 40 جنيه. هنزل بقى اشوف مثلا انا عندي رز، مثلا عندي نوع مكرونه، هنزل اجيب نوع مكرونه كمان ماشي على النوع اللي عندي. عندي الرز، هنزل بقى اجيب ربع كيلو عدس بجبه. لو عندي حاجه الكشري في البيت تمام، حلو قوي الكلام ده. هروح واخده الفلوس بتاعه الكشري واروح حطها في الحصال. لو انا عندي حاجته موجوده، ما عنديش اي حاجه منه، خلاص هاخد الفلوس بتاعه الكشري وانزل اجيب الحاجه بتاعته. اشوف ايه اللي انا محتاجه، اعمل حل الكشري حلوه كده، والقليل منها بيكفي. ده انت تعملي ربع وربع وربع، تبص تلاقي عملت حله قد كده وبيفيض منها. اللي يتبقى منها تتعشي بيه، لا اما لو ما بتتعشوش طبيخ مثلا، خلاص خليه فطاري بيه تاني يوم، وتعشي اي حاجه، اي حاجه من البيت بقى، حته جبنه، اي حاجه. تمام. ان شاء الله حله الكشري ديت نهار ما تتنطط يعني مش هتخش لها في ال 30 جنيه، والله زي ما بقول لك كده. طيب اللهم صل على النبي. يا ست 40 جنيه يا ستي، ولو 50 جنيه، انت مش عارفه، انت ما تحبكوهاش يا جماعه عشان في ناس بتخش. لا ده انت قايله 30 جنيه والاكله كلفت 40 جنيه. الاسعار بتختلف يا جماعه، الاسعار بتختلف من عندك لعندي. المهم ان انا عامله لك اكلات ما تتعداش من ال 30 من ال 20 لل 30 لل 50 جنيه، خليها اخرنا 50 جنيه. تمام. لو عملت الاكله ب 40 حط ال 10 في الحصال، عملت الاكله ب 20 حط ال 30 في الحصال، لان معانا 500 جنيه ل 10 اكلات زي ما قلت لكم. تاني اكله معانا البصاره. ليه محدش بيعمل بصاره؟ البصاره دي يا جماعه من احلى الاكلات والله العظيم. شويه بصاره، جيبي لك ربع كيلو، مش بقول لك نص كيلو فول مدشوش، لا هاتي لك ربع كيلو فول مدشوش. هيتكلف كام ربع كيلو؟ النص كيلو فول مدشوش اللي هو فول بتاع الطعميه تقريبا النص كيلو عامل 25. هتجيب انت ربع كيلو ب 12 ونص. ماشي. عايزه تجيبي نص كيلو وتزودي الكميه شويه وتعملي يكفيكي عشاء وغدا، ماشي. يبقى غدا وعشاء وفطار كمان تاني يوم من النص كيلو. النص كله يعمل 12، هيعمل 25 جنيه. ممكن شويه تحابيش جنب منه، نعمل شويه طماطم كده ونشقها ونحط عليها دقه بالثوم بالخل بالليمون. نجيب مثلا بتنجان ونقليه. كام البتنجان لو هتجيبه نص كيلو؟ نص كيلو، نص كله هيكفيك على مرتين اتنين، مش هتقليه كله. هاتي كيلو ب 10 جنيه ولا كيلو وربع ب 10 بتنجان من اللي هو الابيض ده، وحطيه في التلاجة واستخدميه جنب الاكلات اللي هقول لك عليها دي. مش هيقول لا انا بجيبه بقليه بحطه جنب اي اكل، بيبقى بدل المخلل كده، بيبقى طعمه زي العسل. والله العظيم انا بقليه وبحطه في التلاجة، بجيبه اغمس بيه بالعيش من غير اي حاجه جنبه خالص، هو بالعيش بس كده بيبقى طعمه زي العسل. وحاجه برضو تشبع وتسد معاكي، وما تخليكيش تحتاجي ولا تزنقي في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي. تمام كده. طيب الاكله البصاره دي ان شاء الله مش هتتعدى معاكي ال 30 جنيه. لو جبت ب 5 جنيه بتنجان ونص كله فول مدشوش، عندك بصلايه بقى تقليها، عندك توم، عندك العيش طبعا بتاع البطاقه، فالاكله مش هتتعدى معاكي ال 20 30 جنيه. طيب معانا تالت اكله العجه يا جماعه. ليه كلكم ناسين الاكل الجميل اللي بيفتح النفس ده؟ صينيه العجه انا كنت عاملاها والله من قيمه كام يوم. هي بصراحه ما كلفتنيش حاجه، انا كان عندي الخضار في الفريزر والبصل عندي في البيت، وكان عندي اللهم صل على النبي كان عندي البيض بتاع الفراخ، عندي فرختين اتنين ما شاء الله فرحانه بيهم، ربنا يبارك لي فيهم.
كل بص احوش البيض كده كل كام يوم واروح مطلعاه بقى، اعمل بقى صينيه عيش، اعمل صينيه كيكه زي العسل. والله انت ما عندكيش مش مشكله، هاتيلك 5 بيضات من الدكان. ال5 بيضات هيعملوا كام؟ 25 جنيه. وعندك طبعا البصل، هتيجي عامله بصل، وهي بتحتاج خضار وبصل وبيض بس. التوابل بتاعتك موجوده في اي بيت موجود، اللي هو الكربوناتو، الفلفل، شويه ملح، الحاجات موجوده في البيت. بردك الاكله بتاعت العجه مش هتتعدى 30 جنيه باذن الله. 25 جنيه بيض مثلا، وهتجيب 5 جنيه خضار، مش هتتعدى معاكي حاجه. طيب اللهم صل على النبي. ادي كده ايه تالت اكله معانا رابع اكله الفول ابو قوطه. حضرتك بتجيب الفول، لو انت مثلا عايزه تدمسيه في البيت هاتي نص كيلو ودمسيه في البيت، هينفعك في فطار وفي غدا وفي عشاء، مش في وجبه واحده بس. والنص كيلو هيرمي معاكي كميه، بدل ما تروح تشتري من بره حبه قد كده ب 10 جنيه، لا اعملي نص كيلو في البيت، دمسيه. طريقه سهله، طريقته سهله خالص. وتروح حضرتك بقى ايه مطلع عاملاه في اكياس بقى، بعد ما تدمسيه تحطيه في كيس وتحطيه في الفريزر. هتطلعي كيس كيس بقى تشكلي فيه زي ما انت عايزه. ده النهارده على الغدا عملته كده بطماطم وبصل، ده انا عملته بثوم وفلفل، ده انا عملته بطحينه، ده انا عملته بزيت حار. شكلي بقى زي ما انت عايزه. وجنبه ايه؟ بتنجان مقلي او بتنجان مخلل، تسلقيه وتحدقيه. وادي الاكله بتاعتك، مش هتتكلف حاجه. برضو هتعملي نص كيلو مثلا تقريبا ب 20 جنيه، نص كيلو فول مدشوش او بحاجه و20، هو نص كيلو مش عارفه ب 20 او بحاجه و20. الفول مش المدشوش، الفول المدمس. وهتجيبوا النص كيلو مش لاكله واحده، انت هتكيسيه في اكياس. هتعملي مثلا النهارده كيس او كيسين على الغدا، وهتعملي الباقي في الفريزر. لو عايزه تزودي شويه يكفيكي العشاء والفطار كمان ماشي، مش عايزه بقى تزودي عيني الباقي في قلب الفريزر. تمام كده، يعني هيكفيكي الكام اكل. زي اكله البصاره هتجيبي وهتكفيكي برضو عشاء وغدا وفطار. الفول هيكفيكي عشاء وغدا وفطار. برضو الاكله مش هتتعدى معاكي برضك 20 30 جنيه، ماشي. الاكله ان شاء الله ما تتعداش ال 20 30 جنيه. طيب معانا ايه تاني؟ معانا العدس. العدس بيحتاج ايه؟ هو ربع كيلو عدس. ربع كيلو عدس اللي احنا بنحتاجه. الجزر اكيد حضرتك مفرزاه في الفريزر، لو مش مفرزاه اشتري لك نص كيلو جزر ب5 جنيه او كيلو ربع ب5، مش مشكله. وعليهم بصلايه، على بطاطسايه، على جزرايه مثلا، على فصين توم، قرن فلفل، طماطمتين، من الحاجات الحبشتكنات اللي موجوده في البيت دي. هتعملي احلى علة عدس، احلى حله عدس. العدس ممكن تعمليه بكام طريقه بقى. ممكن تعمليه شوربه عدس وتسقي فيه، تنشفي العيش بحبه سمنه كده على النار، تنشفيه وتعملي تسقيه، وجنبه بصل اخضر وشويه سلطه وشويه مخلل. ممكن تطخنيه شويه، تحطي في قلبه شعريه وتطخنيه وتغمسيه بالعيش. تمام. يعني هو بصي باي طريقه بتاكليه بيبقى زي العسل، سواء تسقيه او سواء مثلا تغمسيه بالعيش. طيب معانا اللهم صل على النبي سابع اكله معانا مكرونه. مكرونه بصلصه. مكرونه بصلصه. هتجيبي حضرتك المكرونه وتسلقيها عادي، وتعملي جنبها شويه صلصه. ويا سلام لو عملتها صلصه حراقه بقى، عيالك بيحبوا الحراق وجوزك ماشي، ما بيحبوش الحراق يبقى اعمليها صلصه عادي. اعملي مكرونه لوحدها واعملي صلصه لوحدها. طب ليه يا ام زياد؟ عشان انت لو كترت في الكميه صراحه، لو كترت فيها هتتاكل. لو انت كترت شويه المكرونه لما بتقعد بالليل او بتقعد لتاني يوم ما بتتاكلش، لو انت عاملاها على بعضها. لكن ما تعملي المكرونه لوحدها والصلصه لوحدها، هتحطي حله المكرونه مسلوقه في التلاجة، وهتعملي حله صلصه زي ما بقول لك، صلصه بطماطم ببصل بقرنين فلفل كده. هتروح عامله حله ايه؟ صلصه. اللي هيعوز ياكل هيسخن الصلصه ويحط على المكرونه. مثلا عيل جه من المدرسه، عيل جاع بالليل، عيل عايز ياكل ورايح الدرس، هتروحي مسخنه له الصلصه وجايب شويه مكرونه في طبق وتحط الصلصه عليه. المكرونه ما بتقعد تاني يوم بصراحه، يعني ما بستطعمهاش زي الرز عادي. لكن المكرونه لا، بحب اكلها في وقتها. انا اصلا مش في المكرونه بصراحه، يعني ما بحبش المكرونه خالص نهائي. بس انا بحبها بالطريقه دي، بحب اكل المكرونه مسلوقه جنب الصلصه، بتكون جميل. وطبعا الاكله دي لو حضرتك عملت لك يا ست كيلو مكرونه، الكيلو مكرونه بكام؟ ب 25 جنيه، وجنبها مثلا شويه صلصه ب5 جنيه، صلصه الطماطم اللي انت عاملاها في الفريزر، يعني الاكله برده مش هتتعدى ال 25 30 جنيه. تمام كده. ولو حبيت تكتري كتري، كفيكي للعشاء وللفطار برده. يعني انا عامله لك كل الاكل ده اهو اللي يكفي العشاء وفطار كمان، غدا وعشاء وفطار. معانا اللهم صل على النبي رز وفاصوليا. بص الرز اساسي في الاكله دي، ممكن بقى تعملي جنبها فاصوليا لوبيا. لوبيا ماشي، يا اما تعملي جنبها فاصوليا بيضه او خضراء. للي بتحبيه، بتحبي الخضراء هاتيها من السوق خضراء، بتحبي الفاصوليا البيضه هاتي. انا عامه ما بحبش البيضه وما بجيبهاش، انا بحب الخضراء انا وعيالي. ابني زياد لا طبعا، ما تحسبوش في الحسبان، انا وبنتي وحماتي.
او بسله. البسله برده موجوده في السوق. يا اما تعملي رز جنب بسله او فاصوليا او لوبيا، اي نوع طبيخ بقى من اللي انت عايزاه، جنب شويه رز بالشعريه. برده الاكل اللي بكلمكم ده كله اكل اردحي وناشف، يعني اكل 10 ايام يا جماعه لا يتعدى ال 20 وال 30 وال 40 جنيه. مفيش اكله قلناها ب 40 جنيه لغايه دلوقتي. طيب معانا كمان ملوخيه وبتنجان. انت عارفه بقى لما تجيبي شويه ملوخيه، لو انت بقى مخزنه ملوخيه اديك هتوفري حق اليوم ده خالص. مش مخزنه ملوخيه عادي، هتجيبي ملوخيه، تشتري ملوخيه ناشفه من السوق، لا اما ملوخيه خضراء، وحضرتك هتعمليها. مفيش اسهل من كده. ما عندكش شوربه في التلاجة خالص، مش محوشه شوربه، اعمليها بشوربه ماجي، بتكون طعمها زي العسل بشوربه الماجي. وتروحي عاملاها وجنبها مثلا طبق بتنجان مخلل كده، وتاكلي بالعيش بقى. عايزه اقول لك بتبقى سكر، بتبقى طعمها زي العسل كده. اخر اكله معانا وهي عاشر اكله، احنا قلنا اكل 10 ايام، طعميه وعيش راح. انت جيتيلي بقى في ملعبي، جيتيلي في روح قلبي، الطعميه والعيش الراح. امي بقى بتعمل لنا عيش راح كده، عيش طري بقى من اللي هو الملبن ده. امي بتعرف تعمله للامانه، انا ما بعرفش اعمل عيش الراح. انا بعمل عيش شامي، بعمل قرص، بعمل رقاق، بعمل عيش بتاع المكنه الطويل، لكن العيش انا ما بعرفش اريحه. هو عايز يتريح وانا ما بعرفش اعمله. امي بقى استاذه فيه بصراحه. اما تيجي تعمله في يوم هبقى اقول لها يما قولي لي عشان اجي اصورك وانت بتعمله واوريكم الطريقه بتاعته. جربت ان انا اعمله، ما عرفتش اعمله خالص بصراحه. بتعمله جميل. بنعمل بقى جنبه طعميه وبتنجان مخلل وجرجير وبصل اخضر وسلطه حراقه. والله الاكله دي هعملها لكم في رمضان، اخلي امي تعملي العيش الراح واعمل لكم الاكله دي في رمضان. بتبقى اكله، بصي طز بقى في الديك الرومي، طز في الديك الرومي. محدش يقول لي يا موزه انت عامله لنا 10 اكلات ارداحي. ماله الاكل الارداحي؟ والله اكل زي العسل واكل زي الفل وحاجه عارفه لما تاكلي الاكله وانت حاسه كده ان انت يعني، بصي قاعده في بيتك، معلش يعني، بعيد عنك المرض، بعيد عنك الهم، بعيد عنك الكرب، بعيد عنك الاكله بتبقى في بقك زي العسل. في ناس يا جماعه بتبقى معاها فلوس الدنيا وكنوز الدنيا كلها، والله مش طايله الاكل اللي احنا بنتكلم عليه، اللي انتوا بتتامروا عليه ده. مش انتوا اللي، في ناس بتتامر عليه تقول لك اكل ايه اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ هو ده اكل؟ فضل وعدل من عند ربنا، نعمه نعمه، ومش عايزين ربنا يزولها من قدامنا. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده حبايب قلبي، اتمنى يكون عجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع الف سلامه. واي فلوس تتبقى منك عليكي وعلى الحصاله طبعا مش هقول اكتر من كده. يلا حبايب قلبي مع السلامه.